بتوجيه خطاب الى السيد المهندس هاني ابو ريده بخصوص الامر. طبعا الخطاب هيتوزع على حضراتكم يعني بالتفصيل، ولكن خليني اقول لحضراتكم من نتائج الخطاب ان المجلس يطالب اتحاد الكره هو بالقيام بواجبه والتعهد بعدم تكرار مثل هذه الاخطاء الكارثيه، كما يطالب النادي بعدم اسناد اي مباراه قادمه بالدوري وكاس مصر وكاس عاصمه مصر لاي من الحكام الذين يتسببوا في الحاق الضرر بفريق الزمالك هذا الموسم. وفي حاله تعيين احد هؤلاء الحكام سيكون على اتحاد الكره تحمل تبعات الاختيار من لجنه الحكام التي اصبحت مطالبه اكثر من اي وقت مضى بتطبيق العداله بين جميع الانديه. وفي حاله عدم الاستجابه لهذه الشكوى فان مجلس اداره نادي الزمالك سيصعد الامر الى جهات اخرى خارج منظومه كره القدم المصريه للحصول على حقوق النادي والجماهير، حتى لو وصل الامر الى اللجوء الى محكمه التحكيم الرياضيه كاس، وهو امر لا نتمنى حدوثه، ولكن النادي سيضطر اللجوء اليه في حاله استمرار المهازل التحكيميه في مباراه الزمالك.